الحقيقة يعني بدعى لي السعادة وجودي في وسط النجوم المستقبل الجمال دول، اللي أنا سعدت بإني أكون مدرب ليهم على مدار المحاضرات السابقة، اللي يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا قدرنا وطلعنا من هذه المحاضرات والتدريبات بنتيجة ما كانتش تخطر على بال حد. مش كده يا شباب؟ يعني احنا طلعنا بنتيجة جميلة جدا جدا. النهاردة عملنا فقرة بتقول نتاج الورشة اللي احنا اشتغلنا فيها وانا اتحديت بيهم، لان احنا عملنا قصيدة لامير الشعراء احمد شوقي، اللي هي قصيدة ايه؟ قصيدة نهج البردة. وطبعا ان شباب في هذه السن يقدموا قصيدة بهذا الجمال، دي حاجة كانت بمثابة تحدي مني. والحمد لله رب العالمين هم استوعبوا كل الملحوظات وكانوا جمال جدا جدا، ووصلوا لنتيجة كويسة جدا جدا. إن جل ذنبي عن الغفران لي أمل في الله يجعلني في خير معتصمي. معتصمي لي أمل في الله. وقف عندي في الله. يلا تاني. لي أمل في الله يجعلني وذلك 100 مرة. معتصمي. 3 2 أكشن. إن جل ذنبي عن الغفران لي أمل في الله يجعلني في خير معتصمي. أنا سعيد بالتعاون اللي حصل ما بين أكاديمية ماسبيرو، اللي أنا بتشرف إن أنا بشتغل فيها كمدرب لفن الإلقاء على مدار تقريبا 10 سنوات. التعاون اللي حصل بين أكاديمية ماسبيرو وبين وزارة الشباب والرياضة الحقيقة ادالنا فرصة إن احنا نلتقي بشباب جميل، وإن احنا نغرس فيهم قيم جميلة وتعاليم جميلة، وندربهم تدريب سليم بمناهج علمية، تطبيق عملي إلى جانب النظريات اللي معروفة عن علم الإلقاء. والحمد لله رب العالمين التجربة كانت تجربة أسعدتني جدا جدا، رغم ان انا تعبت جدا جدا مع الشباب، لكن النتيجة اللي احنا وصلنا ليها مع الشباب نتيجة مفرحة جدا جدا، بتخلي الواحد يحس ان في ثمرة جميلة للمجهود اللي الواحد عمله. اشتغلنا معاهم بمنهج علمي، قلنا يعني ايه فن الإلقاء، ويعني ايه قواعد الإلقاء، واتكلمنا عن القواعد، واتكلمنا عن الصوت، وعملنا تدريبات صوت، وعملنا تدريبات تنفس، وكمان اشتغلنا على القواعد الأساسية للغة العربية اللي الشباب بيخافوا منها جدا جدا، والولاد زي ما حضرتك شفتي حبوها ازاي، وحبوا الجمال بتاع الشعر وبتاع الكلام الجميل. والمفاجأة بقى ان احنا عملنا الجانب التطبيقي لقصيدة من أمهات الشعر العربي، قصيدة نهج البردة لأمير الشعراء أحمد شوقي. وطبعا لما تقول لحد ان شباب في السن ده هيؤدي الأبيات الشعرية التي تكون صعبة على كثيرين زي أدوها أداء سليم، الحمد لله رب العالمين حضرتك زي ما شفتي أدوها أداء جيد، وأداء واعي، وأداء فيه فهم لكل المعاني، لأن أنا شرحت لهم المعاني، وأداء فيه تطبيق للقواعد النظرية العلمية اللي أنا شرحتها لهم في المحاضرة. والحقيقة هم حماسهم وحبهم لشخص المدرب كمان، وحبهم للقيمة الكبيرة اللي هم أدركوا قيمتها، خلتهم يوصلوا للمستوى الجميل اللي حضرتك شفتيه ده. لما رنا حدثتني النفس قائلة: يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي، جحدتها وكتمت السهم في كبدي، جرح الأحبة عندي غير ذي ألمي. احنا استفدنا جدا من الدكتور. في البداية بدأ يدينا قواعد اللغة العربية وطريقة الإلقاء، واشتغلنا حتى دلوقتي قصيدة نهج البردة. واستفدنا جدا انه علمنا بقى النطق، وكان بيدينا حكم جميلة جدا من كلامه، هو مميز. زي مثلا انه اهم حاجة الصدق يساوي الجمال. وكمان كان بيقول لنا ان اهم 3 قواعد في اي شغل: الانضباط، الحب، والاجتهاد. إن جل ذنبي عن الغفران لي أمل في الله يجعلني في خير معتصمي. ألقي رجائي إذا عز المجير على مفرج الكرب في الدارين والغمم.
مبسوطة جدا 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 بالفرصة العظيمة اللي وفرتها لنا وزارة الشباب والرياضة، وان احنا حقيقي قدرنا ان احنا نقابل شخصيات عظيمة جدا زي الفنان خالد عبد السلام بالتعاون مع أكاديمية ماسبيرو. حقيقي كانوا يومين في منتهى الجمال، وحقيقي استفدنا منهم كتير قوي. كنت مبسوطة جدا 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 بسيشنز دكتور خالد، عشان حقيقي هو حاول قدر الامكان يفيدنا بكل المعلومات اللي عنده. ما شاء الله ما كانش بيسيب اي تعديل هو شايفه في اي حد فينا، غير ان هو فعلا حابب ان احنا كلنا نكون على قدر كبير ونكون على مستوى عظيم. من شويه كنا بنشتغل على قصيده نهج البرده، والحمد لله قدرنا نوصل لنتيجه ابهرتنا كلنا. ما كانش في اي حد فينا متوقع ابدا انه هيقدر يطلع بالنتيجه العظيمه دي، الحمد لله. فضي بتقواك فاها كلما ضحكت، ايوه كما يفض اذى الركشاء بالثرى. زي ما بنفض السم بتاع الحيه الرقطاء يعني بنفض السم بتاعها بالايه؟ الثرمي اللي هو ايه؟ يعني ايه؟ بالعاميه بيطرموا اسنان الايه؟ الحيه عشان ايه؟ يتخلصوا من الايه؟ من السموم اللي فيها. وتعلمنا برضو وعملنا ورشه على نهج البرده، احب اسمع حضراتكم منها. محمد صفوة الباري ورحمته، وبغية الله من خلق ومن نسم،